السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله فيديو جديد هيعجبكم باذن الله. متاكده ان انتوا هتستفادوا منه باذن الله. لو اول مره تشوفينا يا ريت تعملوا لنا اشتراك وتشتركوا في القناه وتعليق حلو. بستناه منكم دايما، بيديني كده حافز ان انا دايما عايزه اعمل لكم الاحسن والاحسن. بدايه اليوم انا نزلت كده اشتريت حاجات من السوبر ماركت، وهوريكم دلوقتي انا هعمل ايه خلال اليوم. امشوا معايا الفيديو واحده واحده، وان شاء الله انا متاكده باذن الله ان انتوا هتستفادوا كتير منه. بصوا انا نزلت كده جبت المناديل اللي هي المبلله. فعايزه اقول لكم النوع ده حلو قوي، بيبقى مع الاطفال كمان، كمنه صغير وفي الجيب بيبقى حلو قوي. كنت جايبه المره اللي فاتت اللون الابيض، فالمره دي جبت الازرق، قلت اجرب اشوف عشان بعد كده اعرف انه احسن. هعمل لكم جوله في قسم المنظفات، عشان لو حد حابب يعني يعرف اسعار حاجه معينه، او حد حابب يعرف حاجه فان شاء الله افيده بيها. دي البتاعه ديت لقيتها حلوه قوي، فرشه المانيكير دي كانت عامله 22 جنيه. فيها جنب سيليكون وجنب عامل زي كده الفرشه الناعمه اللي هي الشعر الناعم. بصوا بقى كده انا هعمل ايه. عجبني برضك كان في كده برطمان اللي هو فيه الاسبونشات، ده كان عامل 35 جنيه اهو. بص ده كان كارما. وحبيت برضه اوريكم اللي هي الحاجات الشاب اللي هي من غير ما تتكلمي، الحاجات بتاعت مزيل العرق، واللي هي الحاجات اللي اسمها السبراي والكلام ده كله حلو قوي في الصيف، بيبقى بصراحه حلو. بصوا اهو عجبني جدا. بس تعالوا بقى كده نخلص ونطلع منه ونشوفوا كمان هنعمل ايه خلال اليوم النهارده. بصراحه الاكل ده بقى حيره 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 في ايه، ان انت كل يوم محتاره تعملي اكل ايه. انا دايما بقول لكم ما تحتاريش، يعني هديكم مفتاح كده ممكن تختاري بيه الاكل اللي انت هتعمليه بمنتهى السهوله. انت مثلا لو انت صاحيه نفسك رايحه مثلا للسمك اعملي سمك، نفسك رايحه طبق كشري اعملي كشري. والله بصي انا واحده مثلا عايزه اكل مثلا بيتزا، ف... فممكن اعمل بيتزا، فممكن اعمل كمان اي حاجه انت بتبقي نفسك رايحه لها. لكن هتفضلي بقى تسالي الولاد وتسالي باباهم وتسالي جدتهم وتسالي مش عارفه ايه، محدش هيفيدك. هيقولوا لك اي حاجه. طب ما انت اي حاجه باي حاجه، وفري كلامك واعملي الحاجه اللي انت نفسك رايحه لها. بس ده رايي، وده حل بسيط جدا جدا لفكره الاكل. بس فده بالنسبه لفكره الاكل. اما بقى بالنسبه لموضوع، لو انا حابه اتكلم مثلا على موضوع الاصحاب، هل فعلا الاصحاب يا جماعه يعني ممكن يفيدونا وممكن يكونوا يعني اكتر من الاخوات بالنسبه لنا؟ في مش هقولك مفيش، او مش هقولك يعني عامه، لا، في الناس الكويسه ما زالت موجوده. الخير في امتي ليوم الدين. بس يعني انا اتمنى رجاء لما بنتعامل مع حد ما تتعاملوش معاهم بقلبكم. كنت بعمل كده بثقة جامدة جدا، بمنتهى يعني الفطرة بتاعتي كنت بتعامل كده. لا، الناس ما بقتش كده في الزمن ده. اتعاملي بس ايه، بحدود. والاصحاب دايما برضك ليهم حدود. لما بتيجي تتعاملي مع حد ما تتعامليش بقلبك قوي. بس ده بالنسبة للاصحاب. مش حابة اتكلم اكتر من كده، لان الناس الطيبة كتير بصراحة. ما زلنا يعني سبحان الله في ناس فعلا خير في بلدنا، وفي ناس خير في قلوبها وقلوبها فيها نور، وفي العكس. فاهمين قصدي؟ في العكس. بس ربنا يجعلنا من الناس الطيبة، ربنا يجعلنا من الناس اللي ربنا يرضى عنهم دنيا واخرة ويحسن خاتمتنا. عايزه اقول لكم بقى خلي بالكم على نفسكم جدا. دور البرد الايام دي صعب جدا 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 جدا. خصوصا انا سامعه ان في فيروس منتشر مشابه لكورونا. الفيروس ده
منتشر الايام دي، فانا عايزاكم ان انتوا تحموا نفسكم يعني ما تخرجوش من السخن لساقع، تشربوش ميه ساقعه وانتوا طالعين وانتوا جايين من بره. على طول يعني ميه ساقعه. ففي حاجات كتير احموا نفسكم بيها. لما يكون حد بردان او حاجه لا ابعدوا عنه. معلش انا هنا كنت روحت بقى وكنت جبت بقى حاجات ديت. انا بصراحه بحب الحاجات ديت قوي. جبت اللي هو الكتاكيتو وجوليو وشيبسي وحاجات كده، وجبت كمان علبه كيكه اللي هي سبونش ديت. تعالوا بقى نعملها سوا. عملتكم جوله اهو في السوبر ماركت. تعالوا بقى نعمل الكيكه ديت في البيت. انا بقول لكم ان العلبه مكتوب عليها ان انتي تحطي 3 بيضات وكمان 3 معالق زبده او سمنه، وكمان بتاخد تعالي نشوفي هنعملها ازاي. اول حاجه لازم الكيك الاسفنجي او الكيك اللي هو السبونج بنستخدم مضرب البيض. هتقولي لي طب ينفع في الخلاط؟ لا. ينفع مضرب سلك عادي يدوي؟ لا. انا هنا حطيت اهو 3 بيضات و3 معالق سمنه مكتوبه على العلبه. شايفين كده زي ما انا بعملها معاكم. ان شاء الله الطريقه تعجبكم. انا بصراحه كنت حابه اعملها، قلت لو هي مثلا احسن من السبونش الجاهز او السايب قصدي ممكن استغنى عنه واجيب اللي هو العلبه دي او اللي شبهها، منتجات اللي شبهها. لكن لو ما عجبتنيش ولقيتها كميتها مش كتيره لا، لان السبونش دلوقتي تقريبا وصل سعره يا جماعه، يعني عايزه اقول لكم حاجه و50 جنيه تقريبا او 60 جنيه او 70 جنيه كمان، اللي هو الشوكولاته في فانيليا وفي شوكولاته السبونش ده. فدوت العلبه دي ساعات بينزل عليها عرض بتبقى في حدود 30 28 جنيه. انا جايباها كانت عرض بالظبط 28 جنيه. واللي عجبني فيها ان هي كانت الوزن بتاعها تقريبا 400 جرام او 500. فانا قلت لو 400 جرام او 500 مش فاكره مش متذكره والله، قلت يعني الاقرب للنص كيلو اللي انا بشتريه بره، فاهمين قصدي؟ ونص كوبايه لبن. يبقى هي العبوه دي هفضيها على 3 بيضات و3 معالق سمنه او زبده وكمان نص كوبايه حليب او لبن. وهضرب كل المكونات دي بالمضرب المضرب البيض. وهبدا احط الخليط بقى اللي هو بتاع الباكو، محتويات الباكو في البوله دي، وهضرب بقى اخلط كله مع بعضه. بس انا لاحظت ان هي ما يعني ايه ما بيضتش قوي زي السبونش اللي انا بجيبه سايب من عند الحلواني، مستلزمات الحلواني. عايزه تعملي تورته في البيت اهم حاجه حاجتين. الحاجه الاولى السبونش. في سبونش بيبقى سايب مش حلو، وفي سبونش بيبقى جميل بصراحه. انا عملت ده وعملت ده. تاني حاجه كريم جانتيه يا جماعه او كريم شانتيه. لازم تجيبي نوع حلو قوي. في نوع انا جبته للاسف كان رخيص، كان ب120 جنيه تقريبا الكيلو فوق. يعني اقول لكم ايه، سيء 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 سيء. عارفين انتوا المطه اللي عامله زي الاستيك او المستيكه؟ انا هنا رحت تقريبا كده، رحت اشوف المقص عشان اقطعه. كنت بدور على المقص عشان اقطعه الكيس. فكنت بقول لكم فده كان سيء جدا، بيمط كده ومبتعرفيش تعملي بيه اي اشكال، وكمان مش حلو خالص. يعني ايه، لا مش حلو مش حلو مش حلو. الكريمه بقى ديت اللي انا بحطها اللي انا هستعملها معاكم دي اسمها كريمه بالظبط. لما يجي في اخر الفيديو انا هوريكم نوعها، مش نوعها يعني شكلها. كريمه المتحده دي نوعها جميل جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم بسم الله ما شاء الله 8 كيلو. يعني هيعمل معايا انا الكيكه الفانيليا دي هعملها كتورتايه. لا يعني يا دوب على قد التورتايه بصراحه. التمن كيلو غالي شويه 30 جنيه. يعني لو هنتكلم ان الربع ب60، يعني نص كيلو ب120، يعني الكيلو ب240. فاهمين؟ يعني هي بضعفها، بس بصراحه حلوه. فدي الاسعار اللي انا جايبه بيها. ممكن تلاقيها عندك مختلفه، ممكن تلاقيها اقل، ممكن تلاقيها اكتر. ده السعر اللي انا جايباه بيها وقتها. بصوا هنا بقى الخليط مش هيفتح معايا اكتر من كده.
وفي نفس الوقت انا لقيته ان هو ما هشي قوي زي الكيك الاسفنجي العادي. مش عارفه بقى هل دوت بقى عشان مكوناته يرجع ليها ولا ايه. بس يعني كتجربه مش وحشه. يعني انا افضل يا جماعه، دايما بنصحكم بكده. انتوا عارفين ان في ضيوف غفله، ممكن ضيف يجيلك مثلا على غدا، ممكن ضيف يجيلك مثلا على اخر النهار، يكلمك قبلها بربع بنص ساعه يقولك انا في الطريق، او انا قربت اجيلك، او انا جايلك، او هكذا. هنعمل ايه؟ يكون عندك في درج كده التربو او حاجه، كيس بسبوسه، علبه كيكه من دي، لزوم الطوارئ مش اكتر. بس تعملي بقى جنبهم كوبايه شاي، هيبقى بصراحه مية مية. دايما انا بنصح نفسي وبنصحكم بيها. يعني بس كده. محدش يا جماعه بياخد في الدنيا دي كل حاجه والله. الارزاق متقسمه 24 قيراط. انتوا يعني ممكن يكون رزقك مش شرط مال ولا فلوس، ممكن رزقك يكون حب الناس، رزقك يكون الرضا، رزقك يكون راحة البال اللي مش بتتقدر بمال. فدايما نقول الحمد لله، الحمد لله في السراء والضراء. ودايما نقول لنفسنا ان بعد العسر يسر. العسر يسر، يعني بعد الضيق فرج بإذن الله. الصيف انا حاسه ان هو بيجري مننا، حاولوا بقى نستفاد منه بالايام اللي جايه. يعني كل ايام ربنا حلوه. انا جبت هنا بقى الصينيه ديت. الصينيه ديت هي دي مش متخصصه بتاعه التورت، بس انا بصراحه مخصصاها للتورت بس، ما بعملش فيها اي حاجه عشان ما تلقطش ريحه. جبت القالب وحطيت فيه سنه زيت، وجبت الورق الزبده وبدات احطه فيه. وممكن تحطي في القاع بس، يعني في الارضيه بس، مش لازم كمان الحروف، بس انا حطيت في الحروف كمان. بس وحطيت كده الخليط، وكنت مشغله الفرن قبل ما بقى ابدا اعمل اي حاجه في الكيكات عامه. بشغل الفرن درجه حراره 180 وبسيبها ولع وتدخل والفرن سخن. وافتحش عليها قبل ربع ساعه عشان ما تهبطش منك. واجيب الفوطه وابدا احطها تحتيها وكده اخرج الهواء منها. ودخلتنا كده في فرن. رحت جايبه بقى كريمه المتحده اللي انا قلت لكم عليها، وضربتها بميه ساقعه متلجه. اهم حاجه في الكريمه عشان تنجح معاكي ما تحطيش ميه مره واحده، بتحطي الميه تدريجيا عشان ما تبص. وكمان دي بتبقى خام، يعني من دون سكر. بضيف لها سكر، سكر بودر قد ايه على حسب ما انتي بتحبي. معلقه، معلقتين، نص كوبايه، ربع كوبايه، على حسب ما انتي بتحبي حطي، على حسب كمان الكميه بتاعه الكريم شانتيه. بصوا، بدات اضربها في الاول. انا زودت ميه، يعني حطيت بتاع مثلا كوبايه ميه ساقعه صغيره، كوبايه الصغيره بتاعه الشاي. فخفت بصراحه، قلت يبقى انا كده بوظتها، ما اكدبش عليكم. فالحمد لله نجحت معايا وطلعت جميله. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، استنوني.